رجعنا تاني لسلسلة احتراف بابجي موبايل. طبعا النهاردة كان المفروض فيديو حساسية، بس انا قطعته وامانة عايز اخلي لكم فيديو حساسية ان شاء الله الحلقة الجاية، او على حسب طلباتكم ممكن اغير المحتوى على اللي انتوا عايزينه. يعني تعليم ايه، مش هغير المحتوى كله يعني، طبعا جيمنج هو بس على حسب طلباتكم. فالنهاردة هنشرح مكان جويستيك، حجم الجويستيك، المخطط اللي هتلعب بيه، وحساسية الركض، كل ده بالتفصيل. وفي بونص معلومات للي هيفضل الفيديو في الاخر، حاجات هتفيده يعني عن التحديث الجديد. فلايك واشتراك قبل ما نبدأ فضلا وليس امر، عشان بنتعب على المحتوى. فانت لو عايز تشوف المعلومات الاضافية خليك لاخر الفيديو. بس ندخل على الشرح. اول حاجه المخطط، طبعا غيرت لكم بينت لكم الصوابع انهي صابع، يعني النقطه دي هتبقى مكان صابع ما بيضغط. طبعا في اول فيديو من سلسله الاحتراف علمتكم ازاي تعملوا اعدادات لنفسكم وعلمتكم طبعا المخططات. فاول حاجه عند المخطط الثالث، انا بحرك الشاشه هتتحرك، احط صبع عند الجويستيك هيمشي اللاعب. طب ما تقولي زي المخطط الثالث، لا هوريكم الفرق بينهم دلوقتي. شوفوا، طول ما انا حاطط صبع على الجويستيك هيتحرك، شلت صبع وحطيتها فوق الجويستيك هيلف الكاميرا، وهكذا. ده المخطط التالت. عشان ايه الناس ما تعرفش فرق بينهم وبيلعبوا اي مخطط يجي في دماغهم وخلاص، ويقول لك ايه مضيع ليه وايه مش ضيع ليه، واللاعب بيبص في السما مره واحده ليه. اهو ده علشان ايه انت بتلعب بالمخطط التالت، ده محتاج تعود ومحتاج ايه تركيز. ومثلا لو انت بتلعب مخطط اول وعايز تنقل عادتك المخطط التالت، لازم ايه تنقلهم بايدك، مش مفيش يعني اي كود. عكس المخطط الاول، جيت صبعك في اي حته ناحيه الشمال اللاعب هيتحرك. شايفين ايدي؟ اي حته في ناحيه الشمال اللاعب هيتحرك. لكن بصوا، انا هوريكم، انا هركنها فوق اهو، هركنها لكم. بص هركنها لكم هنا عشان ايه تفهموا. وبص صبعي تحت اهو، اللاعب بيمشي، يعني اي حته على الشمال هيمشي، اي حته على الشمال هيمشي. وده احسن من المخطط التالت بكتير. يعني ده عشان ايدك مثلا لو عرقت اي حاجه هتحصل الجويستيك شغال، مش تلاقي اللعب بس مره واحده وانت بتعمل دوج فوق وهكذا يعني، والجلتشات الزفت اللي بتعملها اللعبه. فبس لو هنصحكم العبوا الاول على بال ما تحترفوا اللعبه، بعدين اعملوا التالت. هنخش في تاني حاجة، مكان الجويستيك. طبعا قلنا خلاص المخطط الأول، هتحط صبعك على الشاشة من غير ما تفكر. المكان اللي صبع الإبهام هيجي فيه ده مكان الجويستيك، لأن المكان دون أكتر حتة صبعك الإبهام بيتحرك فيه. فأنت هتحط صبعك حجم الجويستيك، هتحط صبعك وهتقعد تكبر وتصغر لحد اما صبعك الجويستيك يبان. يعني انت حاطط صبعك اهو، الجويستيك هيبدأ يبان كل ما انت تكبر، هيبان ايه بين صبعك. أول ما يبان هتسيبه وبس. الجويستيك هيبقى ده حجمه الاساسي، يعني حجمه نفس حجم صبعك، مكانه المكان اكتر مكان صبعك بيجي عليه. ومعلومه، كل ما الجويستيك يصغر كل ما اللاعب يبقى اسرع، بس الايم اوحش. كل ما الايم يعني كل ما الجويستيك اكبر كل ما الايم احلى، وكل ما اللاعب يبطأ. بس هي البطء حاجه قليله قوي، السرعه حاجه قليله قوي، عشان تبقوا عارفين يعني ملهاش فرق. فانتوا خليها على الوسط عشان ايه تبقى اخد من دون ومن دون على حجم صبعك ومكان صبعك وبس. قلنا مكان الجويستيك، حجم الجويستيك، وقلنا تلعب بأنا مخطط. الناس بقى ايه اللي قاعده معايا لاخر الفيديو علشان ياخدوا المعلومات الاضافيه. اول حاجه، يا ريت صبعك ما يكونش بيتكرر ناحيه الشمال قوي او اليمين قوي. الشمال قوي علشان مثلا انت تعمل دوج دلوقتي، صبعك ما يجيش على الشمال ويعدي الشاشه، لا خلي صبعك في النص. يعني حاول تخلي اكتر مكان صبعك بتعود عليه في النص كده، يعني ما بين الحاجه، ما تخلوش ولا يمين قوي ولا شمال قوي، عشان تبقى عارفين. بس اللي فاكر ان الجويستيك كده حاجاته خلص، لا لسه. هوريكم بتاعه الجري. لو جينا على مفاتيح التحكم دي، نعملها طويله نعملها قصيره. بصوا، لو عملناها طويله شوفوا صبعي، لا عشان اللاعب يجري لازم اطلع صبع، يعني لو حطيت صبع هنا لا، صبع هنا لا، لازم اطلعه للاخر عشان اللاعب يجري لوحده. يعني شايفين النقطه البيضاء دي؟ لازم اطلع صبعي للاخر علشان اللاعب يجري. فده حلو ليه؟ لان انت لو بتعمل دوج امامي عايز تبش على حد وخايف يخرج عليك مره واحده يجيبك، فانت لو انت منزلها هتلاقي اللاعب جرى لوحده، فده حاجه وحشه. فانت تخليها قصيره، ليه قصدي طويله؟ علشان انت تعمل دوج امامي اللاعب ما يجريش مره واحده. وغنانا عن الجليتشات، طبعا هنخش على حساسيه الركض. ننزل على حساسيه الركض، طبعا صوت تعبان قوي. حساسيه الركض، شوفوا بقى الناس اللي بتعملها 100 وصفر وصفر، ما حاسين اللاعب مش هيمشي. اللاعب بيمشي اهو بيعمل دوج وكل حاجه. امال انتوا مفكرين لما يعملوها صفر اللاعب مش هيعمل دوج؟ هيعمل دوج وكل حاجه. واللاعب مفكرين لما يعملوا 100 اللاعب هيبقى سريع كده ومحدش عارف يطلق عليه. دي بصوا انا دلوقتي عاملها كام؟ عاملها 10. شوف اما اجي اطلع قدام ما بيعملش دوج امامي، ما بيعملش. خلاص خلاص ده بصوا على طول اخش اعملها بقى 100 يعمل دوج امامي وخلف يعني طيراني. هو ال 100 احلى حاجه في الدنيا؟ لا طبعا، لا طبعا. هو
على حسب سرعة استجابة اللمس بتاعة زرار الحركة. فاللي بيعملها 100 مش شرط عشان تعملها 100 يبقى لعبك سريع، مش شرط خالص. ال100 يعني 100 مش هتخلي دوجك سريع ولا بطيء ولا اي حاجة. اي حد يقولك كده تعرف اللي هو ملوش مش فاهم في اللعبة هو. فانت هتعملها افضل عدد 85 للموبايل، 60 ولا 40 فريم. اللي بيلعب 90 ممكن برضه يعملها 85 90 سرعه رد. لكن اللي بيعملها 100 دون هو متعود على ال 100 يا عم، حريه شخصيه. بس انا بقول لكم يعني مش ال 100 اللي هتخليك سريع ولا ال 100 اللي هتخليك بطيء ولا اي حاجه. انت تعملها 85 احلى حاجه وصلت لها واحلى حاجه لعبت بيها. بص دي سرعه استجابه اللمس. بص اهو، سيبكم من الطلق اللي هو ما بيجيش في اللاعب، بس هو ايه انا بشرح لكم سرعه استجابه اللمس. اللاعب مشيت طبعا هو دخل الكفر لان استجابه اللمس سريعه مناسبه ليها يعني. وبس نخش على البونص. ولو انت وصلت لنا لايك واشتراك. هنخش بقى على المعلومات الاضافيه. طبعا من اول الفيديو شايف ان الكروز هير الدايره دي وقاعد تقول مالها ومش مالها. ده التحديث الجديد بوينت 41 دون عمل لنا كذا كروز هير وهشرحه لكم كلكم بالتفصيل. كنت ممكن اعملهم على فيديوهين بقى واسلت المحتوى واتعبكم على الفاضي. هي اللي استنى معايا هينولها، اللي مش هيستنى في كل فيديوهاتي مش هينولها. الكروز هير طبعا انتوا عارفين طبعا من 2001 اللي اي عشان تجيب طلقه شوتيه لازم النقطه تبقى على راس اللاعب. النقطه اللي في جوه بص من الاسهم دي النقطه اللي تبقى ايه على راس اللاعب. في اللعبه عملت اضافه ولا اروع، هتخليك تحط النقطه من غير بقى ايه انتشار الايم والحاجات دي. بص طبعا دي ده 0 من 0 يعني بجد ازبل كروز هير حصلت في اللعبه. انتشار الطلق لو عالي هتكبر، انتشار الطلق لو قصير هتصغر. فين بقى النقطه؟ يبقى يعني بجد زبالة الزبالة، ما انصحش اي حد حتى يفكر يجربها. ونخش على اللي بعدها طبعا عشان افهمكم. طبعا لو جبنا سلاح انتشار طلقه كبير مثلا زي الجروزة، شايفين الدايره ازاي كبرت؟ شايف ازاي المسافات فرقت؟ لو يوم بيطلقوا انتشار طلقه صغير صغرت، وهكذا. ده اللي هيحصل في كل الكروز هيرات. فانتوا ايه هشرح لكم كلهم بالتفصيل. فنخش على اللي بعدها الدايره اللي بقى لي ساعه بلعب بيها قدامكم. طبعا في ناس بتشوف الدايره وحشه وفي ناس بتشوفها حلوه. انا بشوفها حلوه قوي لان النقطه اللي جوه الدايره دي هي بتاعه الضرب. فده هتخليني لو سلاح طلقه انتشار طلقه عالي زي بالنسبه لي شبه اليومي. شايفين الدايره ازاي كبرت؟ انا كده بركز على النقطه، فلما الدنيا تكبر كده هركز عليها اكتر. فكده السلاح اللي انتشار طلقه كتير انا كده برضه هعرف العب بيه. فدي بامانه احلى حاجه احلى حاجه احلى حاجه في الكروز هيرات عشان تبقوا عارفين يعني. والنقطة برضو نفس مسابتها الحلاوة، بس انا بحب الدايرة لان انا كل ما البتاع تكبر كل ما اركز عليها واركز على اشوف انتشار الطلقة. التانية النقطة تحفة 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 عشان دي بقى بص بتساوي كل الاسلحة، بس دي انت اكنك سايب السلاح فبتلخبط ساعات ما بينها بس عادي. دي بقى سلاح انتشار طلقه كبير قليل مش هتقولك لان دي ايه كلهم نفس واحد نفس الدايرة. المهم الدايرة تيجي على ايه على راس اللاعب. لو بص لو بتلعب يا عم بكيسي انتشار طلقه عالي هيبقى اكيد شبه الفيديو بالظبط. المهم ايه اللي انت تركز على النقطه. انا طبعا لو هرشح لكم طبعا الاولانيه القديمه اللي الشعب كله بيلعب بيها زي بتاع القديمه دي حلوه، بس طبعا الدايره احلى والنقطه احلى. فانتوا لكم الاختيار وانا بلعب بالدايره. وبس قدر تعبنا باللايك والفولو والاشتراك. وبس الحلقه الجايه على حسب طلباتكم نعملها حساسيه نعملها جيم بلاي نعملها فيفا على حسب طلباتكم. طبعا قطعت حبه حلوين يعني بقالي زمان ما نزلتش فيديوهات، بس ان شاء الله راجع تبقى احلى. فولو لايك واشتراك علشان ممكن نعمل سلسله معلومات يعني تسالوني اسئله وانا ارد عليها والطلب اللي هيتعمل هيقول سلام. فولو لايك